السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في حي المصريين في اسطنبول. احنا دلوقتي عند محطة مترو اتاكوي شيرين نيفلر. هو ده الحي المفضل للمصريين اللي عايشين في اسطنبول. في اسطنبول او في تركيا عموما الجالية المصرية في حدود 22,000 23,000 تقريبا، دول المسجلين طبعا رسميا ومعهم اقامات. في جزء كبير منهم عايش هنا في شيرين نيفلر. دي محطة المترو بتاعت شيرين نيفلر، اسمها شيرين نيفلر اتاكوي ستاسيونو. واللي تحت دي في النص دي محطة المتروبوس بتاعت برضو نفس الاسم، اسمها شيرين نيفلر متروبوس ستاسيونو. هو ده حي المصريين في شيرين نيفلر. تعالوا نشوف الحي ده، ناخد جولة فيه ونشوف ليه المصريين بيفضلوه وبيفضلوا السكن فيه عن بقية الأحياء التانية الموجودة في اسطنبول. طبعا الحي ده اللي بيميزه المحلات المنتشرة العربية اللي بتقدم جميع الأكلات المصرية، وطبعا في فرن كمان مصري بيعمل عيش بلدي زي العيش المصري بالظبط، هو نفسه. طبعا صحابه مصريين. الحي طبعا بتاع شيرين نيفلر بيتوسط اسطنبول، يعني هو تقريبا في نص اسطنبول بين بيليكدوزو اللي هي تقريبا اخر خط المتروبوس من ناحيه، وبين وسط البلد اللي هو الفاتح، يعني وسط البلد بتاعت اسطنبول القديمه. يعني كان ايام زمان وسط البلد كانت الفاتح، وسط البلد بتاعت اسطنبول. حاليا وسط البلد بتاعت اسطنبول هي شيرين نيفلر، هي دي وسط البلد حاليا، بعد ما اسطنبول طبعا امتدت على مساحة كبيرة، فأصبح إن حي شيرين نيفلر ده هو الحي اللي بيتوسط اسطنبول. جميع الأحياء في اسطنبول هنا نفس النظام، بتلاقي فيه ميدان زي كده وطالع منه شارع رئيسي اللي هو اللي في وشنا ده، اللي هو ورا الشاشة. وطبعا ده الشارع الرئيسي اللي بيبقى بقى فيه اللي هو اغلى شارع تقريبا في من حيث الايجارات يعني، ومن حيث كده، لان طبعا المحلات فيه ايجاراتها اكيد غاليه شويه، لانه الشارع ده ما بيهداش طبعا، طول الوقت شغال. واللي احنا شايفينه اللي هو العماره اللي فيها الوان برتقاني واصفر، اللي احنا شايفين ظهرها ده فندق المصريين، برضه اصحابه مصريين وموجود هنا في اسطنبول في الحي ده في شيرين نيفلر. يلا بينا ناخد جولة ونوريكم بالظبط شيرين نيفلر. احنا كده في الميدان، ده ميدان شيرين نيفلر. غالبا اي ميدان هنا لازم يكون فيه جامع، يعني صغير او كبير على حسب بقى. طبعا الحمام الناس بتلعب معاه طول الوقت. والشوارع زي ما احنا شايفينها كده. الشاشة دي طبعا دي شاشة اعلانية بيحطوا عليها الاعلانات بقى بتاعت البلدية، لان حي شيرين نيفلر يتبع بلدية بهشلي إيفلر، فهنا بيحطوا بقى اعلانات بقى بتاعت كورسات، بتاعت تنبيهات عامة لاهالي الحي، نشاطات بتعملها البلدية في كل المجالات، حفلات، كل حاجة بتحط على الشاشة دي. ده الشارع الرئيسي زي ما احنا قلنا اللي خارج من الميدان.
والشارع اللي على يميننا ده اللي فيه الفرن المصري. احنا دلوقتي في ظهرنا الشاشة، يعني انا هلف وارجع بص قدامي تاني. احنا دلوقتي في ظهرنا الشاشة اهو، والسلم اللي احنا نزلنا من عليه، وداخلين الشارع الرئيسي. هو ده الشارع الرئيسي. زي ما احنا شايفين الشارع هنا نظيفة طبعا، كله متبلط طبعا، ده اساسي. عاملين شجر شكله حلو، العمدان شكلها حلو. محلات بقى طبعا، بوريك، بيدا، دونار اللي هو شاورما يعني، اسكندر كباب اللي هي أكلة مشهورة هنا. هو ده اسكندر كباب. أول شارع شمال من الشارع الرئيسي ده هنلاقي فيه الفندق بتاع المصريين. هو فندق كويس وأسعاره إلى حد ما معقولة. هو الملون ده، هو الملون اللي شكله فيه ألوان جميلة ده. طبعا الشارع الرئيسي طول ما انت ماشي طبعا بقى كل المحلات ذهب بقى، الماظ بتاع، سرافات طبعا، يعني ده الماظ، ذهب، سرافات طبعا. في اكتر من سرافة موجودة في الشارع ده. زي ما احنا شايفين سعر الدولار النهاردة بيشتروه ب 18.57 وبيبيعوه ب 19 و17 قرش. هو طبعا الاسعار هنا غالية شوية في السرافات، يعني اللي يبدل دولار، يعني لو هيبدل من ناحية الفاتح واكسراي هيلاقي الاسعار احسن من كده، الريت بيبقى احسن. طبعا محلات، في محلات حلويات، محلات بقلاوة، محلات فضة، سرافات. ده مثلا بقلاوة اهو، ده محل بقلاوة وكنافة وحاجات. كلها جالسة. طبعا البنوك مليان بنوك طبعا. هنا عموما في اسطنبول في بنوك كتير جدا يعني، وفي مكان ATM لا حصر له، اعداد مهولة من المكان الATM. طبعا هنا هتلاقي في مطاعم بقى مصرية بتعمل اكل مصري، تعمل لك بقى ملوخية وتعمل لك حمام وتعمل لك حاجات زي كده. كل الاكل المصري، كشري، كل حاجة اصحابها مصريين. غير ان في ناس كمان بتعمل في البيوت وتوصل لك. غير ان كمان الفرن المصري طبعا بقى، والعيش المصري والحاجات اللي هو تحس ان انت ما سبتش مصر يعني. بيعملوا عيش مصري هنا ممتاز جدا، وبيعملوا منه النوعين، اللي هو العيش العادي الابيض زي، وهو جايبين نفس الفرن بتاع مصر الكبير اللي هو ابو سير الطويل ده. هنروح نصور عندهم كمان شويه نوريه لكم. و بيعملوا كمان العيش الاسمر. محلات بقى برفانات، بارجيلو ده مثلا نوع له فروع كتير جدا، بيعمل برفانات. بابا دونير ده له فروع كتير جدا. شاورما طبعا، فلورمر، كل الماركات موجوده في الحي ده. وعلى الطريق من بره كمان من عند محطه المترو هتلاقي كوتون، وهتلاقي LC وايكيكي، وهتلاقي ديفاكتو، وهتلاقي فولو بتاع الجزم، وهتلاقي كل حاجه. بينرجي ده اللي هو يعني محل الجبن، اسمه بنرجي. طبعا الحي ده الاسعار فيه، او عموما الاسعار غليت في اسطنبول كلها. كان الاول الاسعار ارخص كتير. دلوقتي متوسط الايجارات هنا في الحي ده
يعني في حدود 8000 ليرة تقريبا، لو مثلا شقة 3 أوض وصالة يعني، أو 3 زائد 1 زي ما بيقولوا. مفيش أقل من 7 أو 8000 ليرة. لو هتاخد مساحة أقل 2 زائد 1 أو 1 زائد 1 بتقل عن كده شوية. وطبعا كده الإيجارات غليت جدا، ما كانتش كده الأول خالص. أتاسون أوتيك ده بتاع النضارات، وموجود برضو في كل المولات وفي كل مكان في كل الأحياء، له فروع منه. احنا كده وصلنا لحد آخر الشارع الرئيسي، هنلف وهنروح عند الفرن المصري ونكمل تصوير من هناك، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم يعني بإذن الله. احنا كده وصلنا، ده الفرن المصري. هو طبعا ما فيش عيش دلوقتي، بس هو زي ما احنا شايفين هما جايبين نفس الفرن بتاع مصر بالظبط، كأنك في مصر، كأنك في مصر بالظبط. بصوا بيخبز هنا طبعا. ادي العيش اهو جاهز، وجو مصري بقى بالرده وبتاع، كأنك في مصر بالظبط. ما شاء الله. والمعلم اهو، الله ينور يا معلم، تسلم ايدك. ده الراجل اللي بياكلنا بقى ايه العيش المصري هنا في اسطنبول. حبيبي الله يرزقكم يا رب ويوسع عليك. بص يا كريم ازاي، ما شاء الله. بعد 5 دقايق او 3 دقايق هتلاقي كده من الناحيه الثانيه. تمام، هستناكم بقى شويه ان شاء الله. الله يرزقكم يا رب، الله يعينكم، الله ينور. زي ما احنا شايفين حاجه جميله وممتازه، وبناكل احلى عيش مصري هنا في اسطنبول، وكاننا في مصر بالظبط. هنوري لكم العيش وهو طالع كمان شويه. وكمان بيبيعوا بقى هنا كل المنتجات المصريه موجوده هنا، كل المنتجات المصريه بيبيعوها كمان هنا. احنا دخلنا، هو عامل جنب الفرن في زي محل كده بيبيع كمان المنتجات المصريه كلها. الناس بتحب برضو تاخد المنتجات المصريه كلها. جايب معظم المنتجات المصريه، وشاي العروسه وشاي الكابوس وانواع شايات وانواع حاجات تانية موجوده. بيجيبها كلها المصريين اللي عايشين هنا، اللي بيحبوا يجيبوا الحاجات اللي فيها ريحه مصر شويه. بيعمل كمان بقى الحاجات دي كلها. هو كأنك في مصر يعني، هو يعتبر بلدي وفرنجي كمان اهو. بيعمل فطير، بيعمل قرص بالعجوة وبالسمسم وحاجات جميلة بصراحة. احنا مستنيين دلوقتي بس نشوف العيش وهو خارج ونوريه لكم. وادي العيش اهو، عيش اسمر وعيش عادي ابيض فاتح وغامق يعني. كده العيش خارج اهو زي ما احنا شايفين بقى، خارج ومفقع ولا كأنه في مصر بالظبط. حاجة جميلة. الله ينور يا أستاذنا، الله ينور عليك. حاجة تحفة الصراحة. يلا الله يرزقكم نهاركم أبيض إن شاء الله. ده احنا كده خلاص وريناكم الفرن المصري. وصلنا عند كايلار ده عايز حلقة لوحده. كايلار ده زي ما احنا شايفين المساحة من أول هنا لحد آخر العمارة دي، وهو 4 أدوار. الدورين اللي فوق دول، والدور الأرضي ده، وفي تحت الأرض كمان. المحل ده فيه من الإبرة للصاروخ. كل الناس الأجانب اللي عايشين هنا بيحبوا يجيبوا الحاجات من المحل ده، لأن هتجيب كل حاجة من مكان واحد بس. عنده كل حاجة،
مفيش اي حاجه مش موجوده. وبيعمل طبعا عروض اسبوعيه، وهو عايز حلقه لوحده، يعني احنا مش هينفع ندخله لان ده عايز له نص ساعه مثلا عشان تقدر تغطي المحل كله. عامل اهو عروض على مخدات وعلى الحفه وعلى علب بلاستيك للاكل. يعمل عروض على كل حاجه، او مخدتين ب60. وعامل عروض كمان على الشباشب هنا بيحبوا التريكو بقى، فدي الخيوط كلها بتاعت التريكو عامل عروض عليها. وهو له قسم كامل جوه للمنتجات بقى والحاجات اللي الناس المشغولات اليدويه. محل مشهور جدا ومن اهم المحلات اللي موجوده هنا في شيرين نفلر. وله فروع كمان في اماكن تانية كمان، زي ما احنا شايفين في جوه نجف اهو، في جوه كل حاجه، مفيش حاجه مش موجوده جوه بصراحه. مش عايزين نطول عليكم الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تعملوا لنا لايك وتعملوا شير للفيديو، واكتبوا لنا في التعليقات نفسكم نصور لكم ايه، وان شاء الله احنا هنصور لكم كل اللي نفسكم فيه هنا في اسطنبول وفي اي مكان نقدر نصور فيه. ده طبعا البريد التركي اسمه البي تي تي شيرين نفلر. ده البريد التركي بتاع شيرين نفلر، هو موجود قدام كايالار. وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات تانية قريب. وبشكر الناس اللي كانت موجودة لحد اخر الفيديو، ونتمنى ان الفيديو يكون قدم لهم معلومات مفيدة. لو هيجوا اسطنبول ويزوروا شيرين نفلر اكيد الفيديو ده اكيد هيفيدهم كتير. شكرا ليكم وتحياتي، محمد سالم. السلام عليكم.